من غير لحمة ومن غير فراخ هنعمل أحلى غدا. معقول؟ معقول. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهي من نطبخ مع حنان. ومعايا بتنجانية نص كيلو، اللي هي بتنجانية دي نص كيلو. بقالها كام يوم في التلاجة، كانت دبلت خالص. بقالها 4 أيام 5 أيام مش فاكرة والله. طيب حطيتها في مية ساقعة، طلعتها حطيتها في مية ساقعة ربع ساعة كده، وبعد كده طلعتها نشفتها صحصحت كده ونعنشت تاني. شلت بس الورقة الناشفة اللي من فوق، مشلتهاش كلها، شلت بس الورقة الناشفة. طيب وفتحتها كده بالسكينة، عملتها فتحات. طب وانت بتنقي البتنجانية هاتها خفيفة، تبقى خفيفة، تبقى سودة وخفيفة. والقاعدة بتاعتها تكون عريضة. ليه عريضة؟ عشان تبقى مسكرة وما تبقاش مبزرة قوي. طيب تمام. معلقة زيت بقى، بعد ما فتحتها معلقة زيت، رشة ملح، رشة زعتر محوج بتديها نفس حلو. مفيش زعتر محوج؟ طب خلاص ماشي، مفيش زعتر حطي زعتر عادي، حطي ملح وكمون مفيش مشكلة. في الفرير بقى 12 دقيقة، فدخلتها بعد ما فتحتها على 2 زي ما انتم شايفين كده، واخدت 12 دقيقة. فرفريها بقى، انا عايزاكي تفرفريها كلها، عايزة قلبها يبقى كله معجون زي ما انتم شايفين كده. استوت طبعا. مفيش الفراير، في فرن البوتاجاز، ودخليها تاخد ربع ساعة معاك. بيضة وجميلة وشمعة وريحتها حلو. بتتحمر من فوق كده وفرفرتها. معلقتين بقى جبنة تركي، جبنة أي جبنة بقى عندك في الوقت ده، عايزة تحطيها حط، عايزة تحطي جبنة كريمي حط. بس الجبنة التركي في الوقت ده بتديها ريحة حلوة قوي. طبعا بنعمل واحنا بنعمل السندوتشات، هنشيل حتتين كده على جنب ونعمل بيهم، بتبقى حلو. رشة بابريكا على ملح على برضو زعتر محوج، وحطنا بتخليها نفسها حلو جدا. طيب ومعلقتين 2 تاني برضو كمان جبنة تركي اهو زي ما. وعايزه بقى طبقه جبنه بقى، جبنه موتزاريلا برضو عليها، وفلفل كده للديكور، ده للديكور بس برضه والله بيبقى طعمها جميل. هدخلها الفراير تاني كمان 5 دقايق كمان. تعالوا بقى اما نجهز الطبق اللي هتقديم اللي هنقدمه. ده رز عامله له اعاده تدوير، ده كان قبلها بيوم الرز ده، كان جنبه طبيخ، عشان كده ما عملتش اكل بصلصه. طيب جرجير بقى حلو، بتغسليه بخل برضو، بميه وخل، اهم حاجه خلي بالك بقى من الميه. الايام دي اغسلي ونشفي وحط خل دايما في الخضار. طيب الرز اهو كمان جنبها حلو. مش عايزه رز يا حنان، 1 2 طماطم، ده كان فاضل من السندوتشات بتاعت ملوكه وهي جايه، خدتهم منها كده حلوين جنب الاكل. مش هتاكلهم؟ طب هاتيهم حلو، كلهم بقى مع البتنجان والرز. جميل. الرز جنب الاكله دي حلوه قوي، ما لهاش مسمى، بس هي حلوه قوي وطريقتها حلوه. ولا لحمه ولا لحمه ولا فراخ ولا حاجه. البتنجان اكنهم بياكلوا بيتزا، بس هياكلوا جنبها ايه؟ ممكن ياكلوها يعملوها سندوتشات. طبق مكرونه بالزعتر والروزماري بيبقى حلو برضو، ابيض كده، مع الرز بالشعريه روعه. إيه لو عايزه تعمليهم صباعين بطاطس اوكي، عايزه تعملي كفته جنبها مفيش مشكله. هي كده جميله والله، هي كده طعمها حلو جدا جدا جدا. صباح الخير والهنا والسعاده، مع الف سلامه.